السلام عليكم يا أحلى متابعين. بنبدأ كلامنا بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا إشعار بكل جديد بنعمله. بسبب اختفاء أقزام الحديقة من حدائق لندن، بيتحرك المحقق شيرلوك نومز ومساعده واتسون للبحث عن السبب، وده اللي بيخليهم يقابلوا جولييت وجون ميو ويشتركوا معاهم في المغامرة، وفي الآخر بيكتشفوا إن اللي خاين كان واحد منهم. الفيلم بيبدأ مع المحقق شيرلوك نومز وهو واقف قدام متحف التاريخ الطبيعي في لندن مع مساعده الدكتور جون واتسون، وبنكتشف إن الشرير موريارتي خاطف مجموعة من أقزام الحديقة وبيهدد شيرلوك نومز إنه يدمرهم. بنشوف موريارتي وهو واقف على هيكل ديناصور وهو بيرمي العظام على الأقزام، فبيحاول شيرلوك نومز إنه يوقفه. بيهجم عليه شيرلوك نومز وبعد قتال ما بينهم وبيقع عليه الهيكل العظمي، وبيقدر شيرلوك نومز إنه ينقذ نفسه على آخر لحظة، فبيصرخ الأقزام من الفرحة، وبيروح شيرلوك نومز للمكان اللي وقع فيه موريارتي وبيكتشف إنه انتهى. فبيطمن شيرلوك نومز لأن لندن اتخلصت من أكبر شرير بيهدد أمن الأقزام. في الوقت ده بيكون في زوجين انتقلوا لبيت جديد في لندن وسابوا بيتهم القديم علشان يقربوا من أحفادهم، وبعد ما بيحط الأزواج تماثيل الأقزام في الحديقة بيطلعوا بره البيت، ومن بعدها بترجع الأقزام للحياة وبيتحركوا بشكل طبيعي وبيستكشفوا الحديقة الجديدة. بيكون الأقزام مش متعودين على الحديقة الجديدة لأنها مش منتظمة ومهجورة، لكن جولييت وجونوميو بيبصوا للجانب المشرق ويحاولوا يفكروا في الأفضل. وبعد فترة بيتجمع الأقزام، وده بسبب إعلان السيدة بلوبري والسيد ريفبيرج اعتزالهم، وبنعرف إنهم هيسلموا القيادة لجونوميو وجولييت، وده لأنهم شايفين إن الحديقة الجديدة محتاجة قائد جديد. بيقرروا يعملوا حفلة تتويج مع الربيع وظهور الأزهار، فبتتصدم جولييت من المسؤولية، بالذات إن الحديقة مهجورة. بيحاول نوميو إنه يهديها ويشرح لها إنهم مع بعض هيقدروا يغيروا الحديقة لمكان مليان زهور، فبتهدى جولييت وبتقرر تقبل التحدي. في الوقت ده بيكون شيرلوك نومز بيتدرب وبيستخدم جون واتسون ككيس ملاكمة للتدريب. بنلاحظ إن الخسائر في كل مكان، وفجأة بتظهر السيدة أودرسون صاحبة البيت وبتصرخ فيهم بسبب تدمير البيت، وبتأمرهم يتقاتلوا برا. في الوقت ده بيظهر قزم بيجري ناحيتهم بسرعة، وبيبلغ شيرلوك نومز إن كل الأقزام اللي كانوا معاه في الحديقة اختفوا. وبكده بتبدأ قضية جديدة لشيرلوك نومز، وبتبتدي التحقيق، وبيروح الحديقة لكن مش بيلاقي أثر. بنرجع لنوميو وجولييت اللي بيكونوا بيصلحوا في الحديقة، وبنلاحظ إن جولييت بتتصرف بغرابة، وبنلاحظ إن جولييت بتتجاهل نوميو تماما ومش بتسمع لرأيه واقتراحاته ومنتبه ليه. بعد اقتراح من صديقتهم الضفدع، بيقرر نوميو بعد بحث إنه يجيب زهرة أوركيد واللي ليها قصة وسبب في لقائهم الأول باستخدام اللابتوب اللي نسيوا أصحاب البيت. وبعد ما بحث نوميو عن أقرب محل بيع زهرة الأوركيد بيقرر إنه يروح، وبعد ما بيجهز نفسه بكاميرا تنقل كل اللي بيحصل معاه وتليفون يبتدي رحلته. وبعد معاناة كبيرة بيقدر نوميو إنه يوصل محل الورد، وبيدخل من فتحة التهوية. بنشوف زهرة الأوركيد اللي بتبقى محفوظة في صندوق وفوقيها كاميرات مراقبة، فبتسلل نوميو بخفة لغاية ما بيوصل لها. بيحاول نوميو إنه يسحب الأوركيد من الجذور علشان يعرف يزرعها، لكن بيسمع من التليفون صوت جولييت اللي بتكتشف إنها طلعت بره الحديقة. هنا بقى بيتوتر نوميو، وبتنقطع ساق الأوركيد وبتقطع ترابيزة على الأرض وبتشغل إنذار المحل. بيحاول نوميو إنه يهرب بكل الطرق لكن مش بيعرف، وعلى آخر لحظة وقبل ما يكتشفهم الحارس بتظهر جولييت تنقذه. وبعد ما بيطلع الاتنين من المحل بتتخانق جولييت مع نوميو لأنه خاطر بحياته علشان وردة. بيقول لها نوميو إنها وردتهم وإنه حب يرجع ذكرياتهم مع بعض ويرجع اهتمامها بيه، فبترد عليه جولييت إن بعد تجديد الحديقة وقتها تهتم بيه. فبيسألها نوميو إذا كانت الحديقة أهم من علاقتهم. في الوقت ده بيتواصل معاهم القزم اللي في الحديقة وبيبلغهم إن في وحش هجم عليهم، فبتجري جولييت ونوميو للحديقة. وفي الوقت اللي بيكون شيرلوك نومز تتبع الأدلة مع واتسون ووصل للهدف التاني، فبيتحرك بسرعة علشان يمنع المجرم من خطف الأقزام، لكن للأسف بيختفي كل الموجودين. وبيدور شيرلوك نومز على أدلة وبيلاقي دليل يوصله للمكان التالي للهجوم وهو الحي الصيني. بيطلب جولييت توضيح لكن شيرلوك نومز وواتسون بيسيبوها وبيمشوا، فبيحاول نوميو إنه يمنعه بالعافية لكن مش بيقدر. بتقرر جولييت إنها تتبعهم، بيضطر نوميو إنه يمشي معاها، ورغم محاولتهم إنهم يوقفوا شيرلوك نومز علشان يروحوا معاه لأنه بيحاول يمنعهم مع واتسون من إنهم يجوا وراه. وبعد ما بيوصلوا للمجاري وبسبب إنهم بيرفعوا مركبهم المصنع بيقدروا يتكلموا معاه، لكن بتهجم عليهم الفئران، فبيساعد واتسون لرفع المركب، ومن بعدها بتيجي كمية ضخمة من المية تخليهم يتحركوا بسرعة بمساعدة جولييت وجونوميو، وبيقدر شيرلوك نومز وواتسون إنهم يوصلوا لبر الأمان. أنا بشرح لهم واتسون اللي بيحصل وإن عدو شيرلوك نومز اللدود موريارتي اللي بيستخدم خطف الأقزام بعد ما بيترك دليل كلابة مع شيرلوك نومز، وإن شيرلوك نومز بيبقى قدامه فرصة لمدة 24 ساعة يلاقي فيها الأقزام أو يدمرهم موريارتي.
بعد فترة بيوصلوا للمحل اللي بتشير له الأدلة واللي بيكون ليه تجربة سيئة مع شيرلوك نومز، وبيدخل شيرلوك نومز مع الباقيين لمنطقة التماثيل الصينية وبيحاولوا إنهم يتنكروا لكنهم بينكشفوا. وبسبب غلط قديم لشيرلوك نومز في حق الإمبراطورة بترفض إنهم يدوروا على الدليل، فبيحاول واتسون إنه يلطف الجو، لكن غرور شيرلوك نومز بيزيد الوضع سوء. بسبب كده بيهجم الجنود على شكل قطط، فبيدافع جونوميوز عن جولييت، لكن دفاعه بيوقع الإمبراطورة على الأرض، فبيزداد غضب الإمبراطورة والحراس بيهجموا كلهم. ورغم كده بيسيبهم شيرلوك نومز وبيروح يدور على الأدلة، وبتروح وراه جولييت وبيسيبوا نوميو وواتسون تصدوا للقتال. بعد ما بيلاقي شيرلوك نومز الدليل بيهرب مع الباقيين، وبنلاحظ ان شيرلوك نومز وجولييت فيهم صفات مشتركة، اهمها تجاهل نوميو وواتسون واعتبارهم غير موجودين. وبعد معاناة كبيرة بيقدروا يوصلوا لوجهتهم التانية، واللي بتكون اخر موقع تواجه فيه شيرلوك نومز مع موريارتي متحف التاريخ الطبيعي في لندن، لكنه مش رايح المتحف لكنه معرض الفنون الحديثة علشان يصفي افكاره. فبتعصب نوميو لان بكده بيضيع وقت، وانهم لازم يستغلوا الوقت علشان يلاقوا الخاطف. شيرلوك نومز مش بيسمع كلامه ولا بيديله اي اهتمام، فبيقرر نوميو انه يروح المتحف، لكن جولييت بترفض انها تروح مع نوميو للمتحف، وبتقرر انها تروح مع شيرلوك نومز للمعرض. فبينصدم نوميو وبيحس بالاذى لان جولييت سابته واختارت تكمل مع شيرلوك نومز. فبيقرر واتسون انه يروح ورا نوميو، وبعد ما بيوصل للمتحف بيتكلم الاتنين على طريقة تجاهل شيرلوك نومز وجولييت ليهم وافكارهم. وفي الوقت ده بيكمل شيرلوك نومز وجولييت طريقهم للمعرض، لكن بيلاحظوا الجرجور اللي بيطير ناحية المتحف. وبعد ما بيدخل الجرجور المتحف بيطارد نوميو وواتسون، ولما بيحاول نوميو يساعد واتسون بيتقبض عليه. بيفضل الجرجور يدور على واتسون وبيلاقيه واقف على حافة مكان عالي، فبيحط الجرجور نوميو في كيس بيحاول يمسك واتسون، وبيكون جولييت وشيرلوك نومز شايفينهم من بعيد. وفجأة بيشوفوا واتسون وبيقع وبيسمعوا صوت كسر على الأرض. ورغم كده بيكمل شيرلوك نومز طريقه مع جولييت للمعرض. بتلاحظ جولييت ان شيرلوك نومز كل تفكيره على الجرجر وموريارتي، وبتتصدم من عدم تفكيره او تأثيره بتدمير واتسون. وفي الوقت ده بياخد الجرجور نوميو للمكان اللي حابس فيه باقي الأقزام، وبيتصدم لأنهم مرتاحين وعاملين حفلة كبيرة. وبنعرف ان الجرجور قالوا لهم ان في حد بيخطف الأقزام، وعلشان كده جمعوهم في مكان آمن. فبيشرح نوميو لبلوبيري وريدبيرج الوضع بصوت واطي علشان محدش يقلق، بيقول لهم انهم في خطر وان احتمال كبير الجرجور يدمروهم يوم الاحتفال. بتسمعهم واحدة من الأقزام بتصرخ، فبينزل الجرجور من السطح وبيهددهم، فبيسكت كل الموجودين. في الوقت ده في المعرض بيجمع شيرلوك نومز كل الأدلة في دماغه، وبيقدر يحدد مكان الدليل التالي. فبيتحرك مع جولييت للحديقة الملكية، بيتخفى الاتنين على هيئة سنجاب. وبعد البحث بيكتشف ان الدليل موجود في لعبة الكلب، واللي بيكون كلب صيد عض وطارد شيرلوك نومز اكتر من مرة. فبيتحركوا بهدوء وبيتسحبوا، لكن قبل ما يهربوا بيصحى الكلب وبيطاردهم. بيجري الاتنين وبيركبوا جزازة العشب وبياخدوا الدليل وبيسيبوا اللعب للكلب. وبيوصل الاتنين للمتحف الدمى، وبنعرف ان مكان اكبر منافس لشيرلوك نومز، واللي بنكتشف انها ايرين خطيبة شيرلوك نومز السابقة اللي انهوا خطوبتهم عن طريق جواب. وبسبب غضب ايرين منه بترفض تديله الدليل وبتطرده مع جولييت، لكن جولييت مش بتستسلم. بتدخل لها ايرين لوحدها، وبعد ما بتتاكد ايرين ان جولييت ملهاش علاقه بشيرلوك نومز بتديها الدليل. وبعد ما بيحل شيرلوك نومز اللغز بيعرف ان الدليل الجديد موجود عند بوابه الخونه، واللي موجود في منطقه بعيده. وفي الناحيه التانية بنشوف نوميو مع الاقزام الحمر وهم بيحاولوا يهربوا بعد ما اتفقوا مع باقي الاقزام انهم يلهوا الجرجول بمسرحيه خياليه. بعدها بيهرب نوميو الاقزام الحمراء، وقبل ما ينفذوا خطتهم بيوصل الجرجول التاني وبياخد باقي الأقزام لتنفيذ خطة زعيمه. في الوقت ده بيكون شيرلوك نومز وصل مع جولييت لبوابة الخونة، لكن بيلاحظ إن عداد الوقت انتهى. فجأة بيظهر الجرجول ومعاهم العقل المدبر واللي بيكون واتسون. فبيتصدم شيرلوك نومز، ولما بيسأل عن السبب بيقول له واتسون إن معاملته بعدم احترام لمدة طويلة والاستخفاف بذكائه ومعاملته كتابع مش شريك خلاه عاوز يثبت قدرته. فبيقول له شيرلوك نومز إنه أثبت إنه الأذكى. وبياخد واتسون جولييت وشيرلوك نومز المكان الأقزام، بيتصدم ان ملهمش اثر وبيقبض عليهم الجرجول. وهنا بنعرف ان واتسون مش الرئيس الحقيقي وان في واحد تاني وراهم، ويحط الجرجول شيرلوك نومز والباقيين في صندوق شحن على السفينه. وبعد تحليل لكل الادله اللي وصل لها بيعرف شيرلوك نومز ان الاقزام محبوسه في الجزء السفلي للجسر المتحرك. وفجاه بيظهر موريارتي واللي بيحكي ازاي استغل واتسون واستخدم غضبه ضد شيرلوك نومز. وبنعرف ان السفينه اللي موجود عليها شيرلوك نومز والباقيين اول ما توصل للجسر هيرتفع، وبكده يتحطم الأقزام الموجودين أسفل الجسر. وبعد البحث في السفينة بيلاقوا طائرات بدون طيار فبيركبوها ناحية الجسر. في الوقت ده بيكون نوميو وصل للجسر وبيحاول يمنع فتحه، فبيقف الأقزام الحمر في الضوء فبيتحرك ظلالهم، وده بيمنع المسؤول إنه يفتح الجسر. وبيدخل نوميو جوه الجسر فبيشوفه موريارتي وبيفتكر إن شيرلوك نومز. وأول ما بيشوف نوميو بيتعصب لأنه مش مخطط له،
ولما بيحاصروا جينوميو ناحية الفراغ يرمي نفسه، تمسكوا جوليوت بالطيارة، وبعد ما بيرتفعوا على الجسر بيواجه جوليوت ونوميو بالطيارة الجورجول، وبيواجه شيرلوك نومز وموريارتي، وبينزل واتسون أسفل الجسر علشان ينقذ الأقزام. بخدعة بيقدر نوميو وجوليوت إنهم يستخدموا الأضواء فبيلفتوا انتباه البشر، فبتحجر الجورجول وبيقع في المية، وبينزل واتسون للأقزام وبيستخدم الصابون والمية وبيفك الصمغ اللي كان مثبتهم في مكانهم وبيقدر ينقذهم، وبيقتل شيرلوك نومز مع موريارتي وبتتصاب رجله. ولما بينزل موريارتي لجينوميو والباقيين علشان يقضي عليهم بيستخدم شيرلوك نومز نفسه وبيدفعه من فوق الجسر. لحسن الحظ بيستخدم عصايته وبمساعدة نوميو وجوليت بينقذه، بيقع موريارتي في المية اللي بتاخده لبعيد، وبتصالح شيرلوك نومز مع واتسون وجوليت مع جينوميو. وبكده يخلص الفيديو بتاعنا النهاردة. لو عجبك ما تنساش دعمنا باللايك والشير للفيديو، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك إشعار بكل جديد بنعمله.